استقالة جماعية من مجلس النواب تهز الشارع المصري بالأسماء. موجة استقالات غير متوقعة من البرلمان المصري وتضع علامات استفهام حول تحركات حزبية مفاجئة في المشهد السياسي المصري. يا ترى ايه اللي بيحصل في البلد النهارده؟ الدنيا اتقلبت رأسا على عقب بعد خبر نزل زي الصعقة. استقالات جماعية من مجلس النواب، 8 نواب مرة واحدة بيقدموا استقالتهم، وده مش خبر عادي يعدي مرور الكرام، ده فتح باب كبير للتساؤلات في كل بيت وفي كل قهوة. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وليه التوقيت ده بالذات؟ القصة بدأت في جلسة علنية النهاردة الاثنين لما مجلس النواب أعلن بشكل رسمي عن قبوله لاستقالات النواب دول. طبعا الكلام كتير، بس السبب الرسمي اللي اتقال ان النواب دول بيستقيلوا عشان يجهزوا نفسهم ويرشحوا نفسهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اللي على الابواب. القانون واضح في النقطة دي، اي نائب عاوز يترشح لمجلس الشيوخ لازم يستقيل من مجلس النواب الاول، وده عشان نضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وعشان الدستور والقانون بيقولوا كده. يعني الموضوع ظاهريا إجرائي وقانوني بحت. ولما ندقق في أسماء النواب اللي استقالوا بنلاقي القايمة فيها: النائب علي أبو أحمد ممثل الشرقية عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد كمال مرعي عن الغربية مستقبل وطن، النائبة غادة الضبع ممثلة سوهاج مستقبل وطن، النائب سليمان عطيوي عن جنوب سيناء مستقبل وطن، النائب عبد الفتاح الشحات عن قنا حزب الحرية، النائب أحمد عبد المنعم إسماعيل عن المنيا مستقل، النائب عثمان المنتصر عن المنيا مستقبل وطن، والنائب أحمد الجحش عن الغربية حزب حماة الوطن. وزي ما انت شايف 5 من أصل ال8 دول كانوا من حزب مستقبل وطن، وده مش صدفة أبدا، ده معناه إن الحزب ده عنده خطة واضحة واستراتيجية عشان يعزز تواجده في الغرفة التشريعية التانية للبرلمان. ودول مش أي أسماء، دول نواب كان ليهم وزنهم في دوائرهم، وده بيوريك إن الأحزاب الكبيرة بتعيد ترتيب أوراقها وبتجهز كوادرها عشان تمثل الشعب في كل مكان. والموضوع ده بيخليك تحس إن في حركة جديدة وروح جديدة بتدب في المشهد السياسي المصري. الاستقالات دي حتى لو كانت إجراء روتيني، بس هي بتفتح الباب قدام تغييرات ممكن نشوفها في الفترة الجاية. مين اللي هيجي مكان النواب دول؟ وهل الاستقالات دي مجرد بداية لموجة تغيير أكبر؟ هي دي الديناميكية الطبيعية لأي عمل سياسي صحي، تجديد الدماء وإعادة تقييم الأوضاع والاستعداد للمستقبل. لكن في نفس الوقت بتسيب جوانا شعور إن في حاجات أكبر بتحصل خلف الكواليس، حاجات ممكن تكون لسه مش واضحة للكل. في النهاية ممكن نقول إن اللي بيحصل ده جزء من عملية التجديد الدايمة في دورتنا السياسية. كل استحقاق انتخابي بيفرض واقع جديد وتغيرات معينة. يعني عندنا القانون ما بيمشيش 20-30 سنة، لا ده كل تغيير انتخابي ممكن نغير في القانون والدستور. السؤال اللي بيحير بقى، هل الاستقالات دي مجرد خطوة تمهيدية لمرحلة سياسية جديدة بملامح مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليه، ولا هي مجرد إعادة تدوير لوجوه قديمة في أماكن جديدة؟